السلام عليكم. حياكم الله. يا هلا ومرحبا بالجميع. أفلحتوا بذكر الله وصلوا على النبي. عندك مبلغ من المال وتبي تستثمره، وخلال دقائق في شيء إن شاء الله أنه مضمون وحيكون له عوائد عليك مرضية بإذن الله. اللي خلاني أتكلم أو اللي خلاني أسوي المقطع هذا وبتكلم عن المشاريع هذه أو المواضيع هذه، تجيني استفسارات كثيرة لما أتكلم عن الأسهم أو أدخل في مجال الأسهم. تجيني استفسارات كثيرة، ممكن تشوف لي السهم الفلاني وش رأيك فيه، هذا يربح، هذا كم أقعد فيه، كم أشتري، كم أبيع. فألاقي الناس كثير ودها تستثمر وودها تستفيد ودها تحصل على عوائد، لكن تبغى تدخل في شيء مضمون، فتكون أسئلتها كثير عن الأسهم. لكن أنا بدخلكم إلى شيء ثاني غير الأسهم، وإن شاء الله أنه يكون مناسب لكم كعوائد وكاستثمار. عندنا هنا هذه التطبيقات، أبي أتكلم عنها باختصار إن شاء الله، ومو باختصار مرة، بحاول أني أفصل فيها على قد ما أقدر. لكن قبل أتكلم فيها، التطبيقات هذه طبعا مصرحة من هيئة السوق المالية. تقدر تتأكد منها بأنك تدخل أول شيء على هيئة السوق المالية. نكتب هنا هيئة السوق المالية هذه، تمام. نروح ندخل على الرابط هذا أو الموقع هذا على أساس نتأكد من التطبيقات. نضغط على الثلاث شرطات اللي هنا وننزل إلين سوق المال. هذه سوق المال. نروح هنا إلى مختبر التقنية المالية، نضغط عليه يطلع لنا المقالة هذه عنها أو الموضوع هذا كامل عنه. بعدين ننزل حيطلع لنا الأيقونات هذه. إحنا نبغى الأيقونة هذه، شركات التقنية المالية المصرحة. هذه التطبيقات المصرحة من هيئة السوق المالية. ندخل عليها. طبعا نشوف هنا أنه حيعطيني عدة تطبيقات أو حيعطيني عدة شركات، تمام. نشوفها هنا في 4 صفحات. إحنا ما نبغى ندخل عليها كلها. اللي حاب يدخل عليها كلها ممكن يدخل عليها تطبيق أو شركة ويقرأ عنها. لكن إحنا نبغى نتكلم عن التطبيقات اللي موجودة عندنا هنا. عندنا مثلا هذا تطبيق أصيل، طبعا لازم ينكتب بالهمزة. طيب ندخل هنا ونكتب أصيل. هذا هو فتح معانا أصيل، اسمها شركة أصيل المالية. نوع النشاط توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري. أغلب شغلها في العقار. ندخل هنا إلى موقع الشركة نفسها. ندخل على موقعها نشوف أنه هذه أصيل، نفس التطبيق اللي موجود معنا. إضافة إلى ذلك، إذا كنت أول مرة تفتح الموقع حيكون عندك خيارين تنزله في جهازك كتطبيق، يا الأب ستور أو الجوجل بلاي. طيب بعد ما شفنا التطبيق هذا نجي هنا للتطبيق الثاني اللي هو صكوك. نكتب هنا صكوك. هذا التطبيق الثاني اسمه شركة صكوك المالية. طيب ندخل هنا، هذا صكوك وزي ما حنا شايفين هنا. طيب هذا صكوك للي حاب يستفيد منه برضه. كيف أحصل على، أبي بس الموقع حقهم اللي أنزل منه التطبيق هنا إذا موجود. أعتقد مو موجود، لكن تقدر تدخل على الجوجل بلاي، على الجوجل أو الأب ستور، على جوجل بلاي أو الأب ستور، وتكتب صكوك ويطلع لك التطبيق حقهم بإذن الله. طيب نروح نشوف التطبيق الثاني شو هو. دينار. نجي هنا نكتب دينار.
طبعا أنا بدخل عليها الحين وبشرحها لكم، بس أبغى أول شيء أوريكم أنها موجودة في موقع هيئة السوق المالية. هذا تطبيق دينار. برضو هل في تحميل عن طريق الجوال هنا؟ طيب استثمر بالصكوك، نشوف فيه. إيه هذا هو. عندك هنا جوجل بلاي والاب ستور، اللي حاب ينزله على جواله من الخيارين هذه. اذا جوالك ايفون من هنا، واذا جوالك اندرويد تنزله من هنا. طيب نروح نشوف ايش التطبيق اللي بعده. عوائد. نجي هنا نقول عوائد. طبعا عوائد بالهمزة. نفتح عليه. هذا تطبيق عوائد. برضو إذا بتحمل من هنا أو من هنا على حسب جوالك اللي معك. طيب هذا عوائد. إيش باقي عندنا؟ باقي عندنا أبيان المالية. طيب نرجع هنا، نسوي رجوع ونكتب هنا أبيان بالهمزة. أبيان. طيب هذه شركة أبيان المالية، نشوفها هنا مع سوا. هذه أبيان المالية. طبعا تقدر تنزلها على جوالك كتطبيق من هنا أو من هنا. طيب انتهينا من ان احنا عرفنا انه التطبيقات هذه مصرحة من هيئة السوق المالية. خلاص انتهينا من الكلام هذا. نجي ندخل مثلا على تطبيق اصيل عشان نشرح لكم. هذا تطبيق اصيل، حنفتح سوا ان شاء الله. طيب هذا التطبيق نحط البصمة ونفتح. طيب هذا التطبيق شغال في الصفقات العقارية. طبعا هذه الصفقة تقفلت، يعني حاليا ما في شيء متاح. لكن لما تحمله تكون تنتظر انه لما يكون فيه صفقة جديدة تكون جاهز لها. تجهز فلوسك وتحط مبلغ موجود في التطبيق. أول ما تنزل صفقة جديدة تروح تستثمر فيها. طبعا أدنى مبلغ تدخل معهم فيه 1000 ريال. بعدها تقدر تطلع للمبلغ اللي معك. طبعا هنا هذا كان عندنا الصندوق هذا مثلا صندوق فاو للضيافة، فندق. الفندق هذا طالب 150 مليون على أساس يكمل إجراءات البناء ويخلص أموره كلها. وبعد ما يخلص طبعا بيكون فيه يا تأجير أو بيع. بعد الأمور هذه، يعني خلال 48 شهر، يعني 4 سنوات، حيكون العائد على الاستثمار مع الصندوق هذا 80%. تفاصيل الفرصة تقدر تدخل عليها هنا وتشوف التفاصيل كاملة. طبعا يقول لك هنا قيمة الوحدة 10 ريال. الحد الأدنى للاستثمار 1000 ريال. صافي العائد المتوقع بعد 4 سنوات 48 بعد 4 سنوات 48 شهر هو 80%. طيب انتهينا من الفرص اللي شفناها هنا. نروح هنا مثلا استثماراتي. لو كان عندك استثمارات حتطلع عندك هنا بالأرقام. يعني لو كان مثلا عندك أرباحك هنا، رصيدك الحالي، مجموع الاستثمارات، كم استثمار عندك، 1 2 10 على حسب قيمة مجموع الحساب بالاستثمارات مع الرصيد. يعني الاستثمارات مع الرصيد يعطيك الحساب هنا كامل. طيب نروح هنا إلى محفظتي. هذه أهم شيء. عندك طريقتين للإيداع. نروح هنا نضغط على إيداع. حيطلع عندك إنه حسابك الاستثماري مع أصيل موجود في البنك العربي زي ما هو طالع هنا. البنك العربي حسابك الاستثماري حق أصيل موجود في البنك العربي. عندك خيارين للإيداع. إذا كان حسابك في بنك آخر غير البنك العربي، تنسخ الرقم هذا اللي هو الأيبان وتروح لحسابك في البنك الآخر وتسوي تحويل من حسابك إلى الرقم هذا. حتلاقيه على طول بإذن الله المبلغ تحول لحسابك هنا. إذا حسابك في العربي تنسخ الرقم هذا فقط وتسوي تحويل على التطبيق. بكذا أنت تكون خلاص جهزت الفلوس في المحفظة. بعد كذا تنتظر الفرصة لما تتاح وتدخل وتتوكل على الله. هذا بالنسبة لتطبيق أصيل.
طيب خلنا نشوف ايش عندنا كمان. عندنا هنا مثلا السحب. يعني مثلا جاء طبعا رصيدك حيكون قدامك هنا مثلا 10,000 20,000 100,000 على حسب. حبيت تسحب منه، تضغط هنا سحب، وتدخل رقم الحساب اللي تبغى تحول له، مثلا حسابك في أي بنك آخر، تحط رقم الحساب وتطلب التحويل. طيب بكذا انتهينا من التطبيق. طبعا أول ما تسجل حيجيك عدة أسئلة. أول ما تبدأ تسجل حيجيك عدة أسئلة. ضروري تحط بياناتك صحيحة، رقم البطاقة، رقم الجوال، الإيميل. حتى لو حطيت رقم حساب بنكي لازم يكون حساب بنكي صحيح وتابع لك. طيب نطلع الحين من تطبيق أصيل، نروح للتطبيق اللي بعده. هذا صكوك، ننتظره يفتح معنا. طيب هذا صكوك أول ما تفتحه حيكون قدامك بنفس الكلام هذا. أول ما تسجل وتنهي أمورك والأسئلة اللي تجيك تخلصها وتسجل وتنتهي، حيجيك بالطريقة هذه. تطلب أول حاجة تسويها، أول شيء شوف الفرص. خلنا قبل كل شيء شوف الفرص. راح تلاقي ما في شيء الحين، ما في فرص مطروحة، لكن نشوف الفرص القادمة. الفرص القادمة هذه يعني عندك هذه بعد يومين في فرصة مدتها 8 أشهر، نسبة الربح فيها المتوقع، العائد المتوقع 9.95، يعني نقدر نقول 10%. قيمة الصك هذا تقريبا أو الصكوك هذه 10 مليون. يعني حتشارك أنت، هي مشاركة جماعية، أنت تشارك ب10,000، غيرك ب50,000، غيرك ب100,000، وزي كذا لحد ما تجمعون ال10 مليون وتدخل في الصك هذا ويبدأ استثماره. عندنا هنا مثلا هذا برضو كمان بعد يومين. مدة الصك هذا 11 شهر. العائد عليه 13.69. وكذا تمشي على الصفقات اللي موجودة هنا وتتأكد إيش اللي متاح حاليا. نفس الطريقة في التطبيق الآخر. هنا تجي رصيد المحفظة مثلا عندك صفر، تبغى تودع فيه مثلا، تروح تضغط هنا حيطلع عندك مثلا هذا الحساب الاستثماري حقك حاليا اللي هو حق التطبيق هذا مفتوح في البنك العربي. كل اللي عليك انك تنسخ الرقم هذا وتروح تحطه في حسابك البنكي الآخر وتطلب تحويل، وخلاص انتهى الموضوع. لما تبغى تسحب مثلا، خلاص شفت أرباح وزي كذا وتبغى تسحبها، تجي تسحب من هنا. هذا فيما يخص التطبيق. هنا عاد الرصيد، لو حبيت تشيك على الرصيد وصفقاتك وكل حاجة بحسب التاريخ، الإيداع والدفعات وكل حاجة. طيب انتهينا من التطبيق هذا، نروح للي بعده. عندنا تطبيق دينار، نفس الحكاية. هذا التطبيق دينار نفس الكلام. يعني هذه فرص قادمة، مكتوب هنا عندك فرصة قادمة. الفرصة القادمة هذه يقول لك العائد السنوي عليها 15.08. عائد فترة الاستثمار 7.45. معناه انه الصفقة هذه مدتها 6 شهور. ندخل عليها نشوف نتأكد. طيب فعلا أجل الإصدار 6 شهور، يعني هذه 6 شهور وخلاص يقفل. طيب نشوف الثاني اللي بعده مثلا. طيب هذه صكوك مرابحة، يقول لك 15، العائد السنوي 15.4، وعائد فترة الاستثمار 15.4. معناه انه الصك هذا مدته سنة. ندخل نشوف، نعم 12 شهر. لكن الدفعات يعني الأرباح حقتها حيوزعونها على دفعتين. يعني عندك الدفعة الأولى وعندك الدفعة الثانية. الدفعة الأولى يقول لك حنوزعها لك في 17/12/2023، والدفعة الثانية 17/6/2024. نفس الكلام. نروح نشوف مثلا صك ثاني كم العائد مثلا. هذه عندك 3 دفعات. يقول لك الدفعة الأولى في 17/12/23، الدفعة الثانية 17/6/24، الدفعة الثالثة في 17/12/24. عفوا الدفعة الثانية قلنا 17/6/2024، الدفعة الثالثة 17/12/24. طبعا هذه فرص مغلقة، خلاص سبق أنها أغلقت ويعني تمت تغطيتها بالكامل. هذه إلى الآن ما غطيت. يعني هذه 10 مليون طالب، وهذا كمان 10 مليون، هنا 10 مليون. طيب نفس الطريقة للإيداع، تضغط على الإيداع وحيجيك بالشكل هذا. عندك هذا الحساب، حسابك الاستثماري حق التطبيق هذا موجود في البنك العربي. مجرد أنك تنسخ الرقم هذا وتروح
عن طريق حسابك الآخر في أي بنك، تسوي له لصق وبعدين كذا تطلب تحويل على حسب المبلغ اللي أنت تبغى تستثمر فيه. باقي تفاصيل تقدر تدخل تتجول في التطبيقات هذه وتفهمها أكثر وأكثر، سهلة جدا. يعني خلال دقائق أنت مستثمر. يعني عندك مبلغ معك 10,000 20,000، ما تدري تبغى تروح تفتح مشروع أو تفكر تدخل في صفقة معينة أو شيء وما تدري متى تجيك، لا، هنا كل شيء مدروس. كلها دقائق بس، سوي إيداع واستثمار وأنتهى موضوعك، وانتظر توزيع الأرباح. هذا بالنسبة لتطبيق دينار. نجي عند تطبيق عوائد. طيب نفتح التطبيق. هذا تطبيق عوائد. طبعا هذه كلها تمت التغطية زي ما احنا شايفين، ما في شيء متاح الحين، لكن ما يمنع انك تنتظر معاهم لحد ما يجي فرصة وتستثمر فيها. طيب نبغى اول شيء حنا كيف نودع في التطبيق هذا. طبعا تدخل هنا على المزيد. هذا بالنسبة لتطبيق عوائد. نجي عاد هنا لأبيان المالية. أبيان المالية هذه حكاية ثانية. بحاول أول شيء أتكلم فيها على أساس تكون واضحة بصورة جيدة إن شاء الله. أبيان المالية، أنت مثلا تبغى تدخر مبلغ لفترة معينة من الزمن وتاخذها، لكن تبغى مع الادخار هذا أنها تشتغل تستثمر، يعني تدخر وتستثمر. يعني كل ما جاك مبلغ تدخله مع التطبيق هذا ويستثمر لك زيادة مع المبلغ السابق. نفتح التطبيق ونشوف. هذا التطبيق فتحناه. طبعا التطبيق عنده ثلاث محافظ. نفتحها من هنا. أول شيء نشوف المحافظ من هنا، نفتحها من هنا. طبعا يقول لك هنا المحفظة الآمنة، وهنا المحفظة متوازنة، وهنا محفظة النمو. طبعا كل وحدة ودرجة مخاطرتها. هنا يقول لك درجة المخاطرة، هنا يقول لك درجة المخاطرة يعني شرطة شرطتين ثلاث، معناها درجة المخاطرة عالية. هنا شرطتين يعني درجة المخاطرة متوسطة. هنا درجة المخاطرة آمنة. طيب المحفظة هذه حتشتغل في إيش؟ لو حطيت فيها مبلغ، لو حطينا مثلا فيها 10,000، إيش بيسوون فيها؟ حياخذون 5% منها يشتغلون في الأسهم الأمريكية، 5% تشتغل في الأسهم السعودية، 20% حيدخلونها في صفقات عقارية، 70% حيدخلونها في الصكوك. طيب واللي تحت؟ اللي تحت تختلف. يقول لك 25% في أسهم أمريكية، 15% في الأسهم السعودية، 30% في الصكوك، 30% في العقار. تقدر تدخل على التفاصيل على أساس تشوف كامل تفاصيلها. طبعا يقول لك هنا على أساس يفرق بين المحافظ. خلنا نشوف الأولانية فوق. يقول لك العائد السنوي التاريخي 5% على المحفظة هذه، يعني كل سنة حيجيك ربح تقريبا 5%، أو إذا حصل خسارة لا سمح الله حتكون خسارتك ما تتجاوز 8.5%، وهذا شيء طيب جدا. طيب نجي هنا للمحفظة الثانية. يقول لك العائد السنوي المتوقع أو التاريخي 10%. طيب نسبة الخسارة السنوية، يعني ممكن لو حصل في خسارة، يقول لك 13.9. طيب الصندوق اللي بعدها اللي عالي الخطورة، يقول لك العائد السنوي. شوف كل ما ارتفعت الخطورة، كل ما ارتفعت درجة المخاطرة، كل ما ارتفع العائد وارتفعت معها توقع الخسارة. فيقول لك العائد السنوي 14.7. نسبة الخسارة التاريخية 18%، فشوي عالية. طبعا انت عشان تختار المحفظة هذه او المحفظة هذه او المحفظة هذه، كل اللي عليك بس انك تضغط عليها لحد ما تتلون باللون هذا وتقول ابدأ الاستثمار. خلاص بدأنا الاستثمار، نقول موافق. حتفتح معاي المحفظة الآمنة. أبغى أغيرها، أنا ما أبغى المحفظة هذه، أروح أغير هنا وانزل تحت. مثلا أقول أنا أبغى عالي المخاطرة، أنا رجل عندي جراءة وعندي تحمل وعندي صبر إني أدخل في قوة مخاطرة. محفظة النمو درجة مخاطرة عالية. خلاص أدخل في هذه وأقول ابدأ الاستثمار. طبعا يسألك هنا تقر بذلك؟ نعم.
أنا عادي ما عندي مشكلة، بتحمل المخاطرة. تضغط عليها كذا حتبين عندك محفظتك، حيقول لك محفظة النمو، درجة المخاطرة هذه بين 3. طريقة الإيداع نفس الحكاية، تضغط هنا إيداع. عندك طريقتين للإيداع، يا ببطاقة مدى أو بالتحويل البنكي. عندك الطريقة الثالثة المختلفة هنا، في استقطاع شهري. في استقطاع شهري، لكن شرط أول شيء عشان تبدأ معاهم، أول شيء تودع 1000 ريال. بعد ال1000 ريال تقدر تزيد معاهم كل فترة 50 ريال، مثلا كل شهر، كل أسبوع، كل أسبوعين، على حسب أنت وطريقة إدارتك لاستثمارك، أو محفظتك، أو الطريقة اللي تناسبك. يعني حطيت هنا 1000 ريال، خلاص حنا نبدأ. تكتب تبغى تزيد كل شهر مثلا 50 ريال، تقول هنا استقطاع شهري. طبعا يحط لك هنا معلومات، يحط لك هنا كم سؤال، تقول حسنا. تروح هنا مثلا تقول والله أنا أبغى أودع مثلا 50 ريال، معك من 50 ريال إلى 60,000 ريال. تقول مثلا أبغى أودع كل شهر مثلا 1000 ريال. خلاص تقول استقطاع مبلغ شهري 1000 ريال. يطلب منك تدخل رقم الحساب، رقم البطاقة، تاريخها، الرقم اللي خلف البطاقة، وخلاص كذا عرفنا كيف طريقة انك يعني مثلا راتبك 10,000 وتبغى كل شهر تستقطع 1000 ريال من ال10,000 هذه، انها تروح للمحفظة هذه وتستثمر. انت كذا كأنك قاعد تجمع، ومو تجمع وبس، تجمعها وتستثمرها. كم يفترض أن أستثمر؟ هنا ندخل على أساس نشوف طريقتنا. طيب يقول لك هنا كم عمرك، يعني على أساس تفكر مثلا أنا عمري 30 وبتقاعد على 60 مثلا، تبدأ تحسب، تحط هنا العمر، تحط هنا الدخل الشهري، المصروفات اللي عندك، السيولة المتوفرة، الحالة الاجتماعية، وزي كذا. وبعد كذا هو يعطيك خطة لطريقتك في الاستثمار. طيب نطلع من هذه نروح للحاسبة. طيب يقول لك هذه الحاسبة على أساس تعرف أنت كيف تستثمر. طبعا حنا قلنا لازم تبدأ معاهم ب1000 ريال، لكن أنت ما شاء الله نقول مثلا عندك مبلغ من المال وطيب، وتبغى تبدأ معاهم مثلا ب10,000. تمام. وتقول أبغاكم تستقطعون شهريا من راتبي، أو أنك أنت تودعها شهريا، تقول أبغى أودع لكم شهريا مثلا 1000 ريال. تمام. نجي هنا نشوف قيمة المحفظة المتوقعة، نضغط عليها هنا. طيب يقول لك قيمة المحفظة المتوقعة، مثلا حطيت لهم 10,000 ودفعة شهرية 1000 ريال، حتطلع لك بعد، عشان تفهمها مظبوط، لو خليناها لمدة 30 سنة مثلا، أنت عمرك 30 وحتتقاعد على 60، وكل شهر مستمر معاهم لحد ما تتقاعد. يعني أعطيتهم 10,000 وكل شهر تعطيهم 1000، وبعد 30 سنة تبغى تشوف العائد عليك من هذا الاستثمار. طبعا الفلوس اللي أنت استثمرتها معاهم 370,000 خلال 30 سنة. العوائد المتوقعة 3,519,000، هذا خلال 30 سنة. طيب لو قلنا لا أنا باخذها قبل 30 سنة، 25 سنة، حتكون 2,095,000 و519، والمبلغ اللي انت استثمرته 10,000 مع كل شهر 1000، 310,000 خلال 25 سنة. طبعا هنا تقدر تشوف السنوات كلها، لو قلنا 5 سنوات مثلا، تقول أنا بعد 5 سنوات أبغى أخذ المبلغ هذا، حتكون استثمرت معهم 70,000 والعوائد المتوقعة لك 30,000. طبعا هم شغالين هنا تراكمي، فكل ما تراكمت الأموال والأرباح والإيداعات حتلاقي محفظتك في نمو متزايد. بعد كذا بإذن الله لو قلنا استمريت معهم إلى 3 سنوات، إلى 30 سنة، حيكون العائد عليك 3,889,410 ريال. هذه القيمة المتوقعة بعد 30 سنة. الله يعطينا ويعطيكم طولة عمر. هذه التطبيقات اللي حبيت أشرحها لكم، لعلها إن شاء الله تكون مفيدة لأحد محتار ما يدري وين يحط فلوسه،
وخايف يدخل مشروع ويخسر، وخايف يدخل في الأسهم ويخسر، و- ويعني محتار كثير. هذه بإذن الله حلول لحيرتك وخلال دقائق. على العموم يا أخوان، الله يحييكم، هذا سنابي. أتمنى تضيفوني، واللي حاب يتواصل معي ويستفسر الله يحييه، مرحبا ومسهلا. وبإذن الله الفترة القادمة أي شيء مناسب لكم قابل للطرح، أحس أنه يفيدكم وينفعكم ويقدم لكم شيء مناسب، راح أطرحه إن شاء الله من خلال سنابي. وكل اللي أطلبه منكم دعواتكم الصادقة اللي ما أستغني منها. وإذا تشوف المقطع هذا يفيد أحد غيرك، يا ليت تنشرونه قد ما تقدرون، لعل العالم تستفيد وتسترزق منه، وأنا أحصل على دعوات صادقة منكم. تحياتي لكم، وآسف على الإطالة، لكن التطبيقات هذه استحقت هذا الشرح كامل، وأستودعكم الله.